صباحك نور. أهلا بكم في صباحك نور، في هدوء كل صباح ومع دفء فنجان القهوة بين يديك. صباحك نور، ندعوك للحظة من السكينة حيث يلتقي فنجان قهوتك بكلمة تضيء يومك. صباحك نور، كلمة تمنحك منظورا جديدا وتحدد نغمة يومك بالسلام والرجاء. هيا بنا نبدأ. صباحك نور، ثقل المجد. صباح النور عليكم يا طيبين، صباح الأمل والرجاء اللي يتجدد ويا كل شمس تطلع ويا كل صباح يكون في حياتنا. أهلا وسهلا بكم ببرنامجكم صباحك نور. هاي التحية انت دا تسمعها من راديو مياه الراحة. صديقي المستمع، ويا استكان الشاي أو فنجان القهوة مالت الصبح وبداية هذا اليوم الجديد، يمكن هواية من عندنا قعدوا وهم شايلين ثقل الهموم، ثقل الشغل، ثقل المسؤوليات، أو يمكن ثقل الألم، ثقل الانتظار، أو ثقل الحزن. مرات إحنا نوقف ونسأل روحنا، يا رب ليش وقت هالحمل كلش ثقيل علي؟ أخوي المستمع، بنص هذا الإحساس بالثقل كلمة الله اليوم تجينا مثل همسة نور تغير نظرتنا كلها. اسمع وياي هذا التأمل من رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 4 والآية 17. الكتاب المقدس يقول إلنا: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجدا أبديا. يمكن تسأل صديقي المستمع، خفة ضيقتنا؟ لحظة، شلون تقدر تقول لي خفة وضيقة؟ شلون؟ وأنا دا أحسها قاعدة على قلبي ثقل كبير. شلون خفة وأنا دموعي يبست بعيوني؟ وأنا أرد عليك عزيزي المستمع وأقول لك نعم، وياك الحق، الوجع باللحظة اللي نعيشها أبدا مو خفيف. بس القديس بولس دا يعلمنا شغلتين. الأولى وهو قال وقتية، يعني هذا الوجع وهاي الأزمة، هاي الظروف الصعبة إلها تاريخ انتهاء، هو مؤقت، هو دا يعبر، ما راح يبقى للأبد. والشغلة الثانية وهي الأحلى، إنه هاي الضيقة دا تنشأ، يعني دا تشتغل، يعني دا تنتج، يعني دا تبني. وجعك ما دا يضيع، ما دا يروح هدر، ودمعتك ما راحت هالشكل ببلاش. كل لحظة صبر، كل ألم سلمته للرب، هو بالحقيقة دا يبني بيك شيء جديد. صديقي المستمع، رح تسألني تقولي شنو اللي دا يبني؟ اسمع الآية ايش تقول: تنشئ ثقل مجدا أبديا. لاحظ المقارنة العجيبة، خفة وقتية مقابل ثقل أبدي. الله دا يستخدم هاي الضيقة الخفيفة والمؤقتة حتى يخلق بيك وزن من المجد ما ينقاس. هالوجع دا يخلي قلبك يتوسع، دا يعمق إيمانك، دا يجهزك لحضور الله بشكل أكبر. هاي الضيقة مثل الأداة بإيد نحات فنان. صح، الأداة دا توجع الحجارة، بس هي دا تطلع منه تحفة فنية.
صديقي المستمع، ويا فنجان قهوتك هذا الصبح ويا ريحة الهيل، إذا حاسس بالثقل غير نظرتك. أنت ما تضيع، أنت دا تبني، أنت ما دا تتوجع ببلاش، أنت دا تخلق ثقل مجد أبدي. الضيقة وقتية بس المجد اللي دا ينتظرك أبدي. الرسالة اللي تاخذها وياك اليوم، خلي هالكلمة تنور صباحك وتخفف عنك كل حمل. ابدي يومك بثقة بالرب، مو لأنك سمعت وعرفت الأجوبة، لا، لأنك تعرف الشخص اللي دا يرسم لك الخطة ويعرفها بالكامل هو إلهك. سلم له قلقك وخوفك وخليك واثق من أنه نواياه صالحة تجاهك. أتمنى لك يوم مو بس حلو، لا يكون منور، لأنه صباحك نور.